ahlan bikum Nadi TV yow mi abonné gul gaawal abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu fi bàyyeekoo jërë ngeen jëf. أيها الطلبة أوصيكم بالجد والصبر والاجتهاد ولا بد من التعب. من أراد العلم لا بد أن يصبر على الجوع، لا بد أن يصبر على النوم، لا بد أن يعتزل الخلق، لا بد أن يسكت، أن يترك الكلام مع أقرانه. من لم يكن منكم لا يطيق الجوع ولا يفارق أقرانه ولا بد له من النوم ليله كله فليترك العلم فلا سبيل له إلى العلم أبدا. تريد المجد ثم تنام ليلا لقد أطمعت نفسك بالمحال، لقد رمت الحساب بغير ثرع يغوص البحر من طلب اللآلي. كل من أراد منكم العلم فليجد وليجتهد وتعلموا كل الفنون. الله تبارك وتعالى قال في كتابه اقرأ، وهذا شرف لنا عظيم، هو بداية شرفنا ونهاية شرفنا. نحن هذه الأمة التي سمانا الله تبارك وتعالى في كتابه بخير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اجتهدوا في تعلم العلم، تعلموا القرآن. عار على الصبي أن لا يحفظ القرآن، وإذا بقي حتى كبر لم يحفظ القرآن بقي لا يحفظه أبدا. وإذا حفظتم القرآن فتعلموا الفقه. من لم يجهل الفقه لا يجوز لمكلف أن يجهل الفقه. علم الحلال والحرام واجب على كل أحد أن يتعلمه. وتعلموا الحديث الذي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا أصول الدين، وتعلموا النحو، فلا يفوز بالعلم من لم يعلم النحو. تعلموا الإعراب والصرف، وتعلموا البلاغة يعني المعاني والبيان والبديع، وتعلموا اللغة العربية، وتعلموا الإنشاء والشعر، وتعلموا الحساب. قبيح على الفتى أن يعد بأصابعه كما تعد العجوز، لا بد أن تتعلموا الحساب، وتعلموا المنطق، وتعلموا كل علم ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. من لم يعلم جميع هذه الفنون وغيرها لا يعلم ولو فنا واحدا. وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم على طلب العلم وإعطاء العلم حقه.